يا زغلوطه حلوه يا بنتي، يلا كده يلا خلينا نهيص. سابونا بنعمل غريبه وحدينا ومشوا. يلا خلينا احنا نخلص احنا بتاع العروسه. النبي دي زغلوطه عيدها تاني. اقفل لا لا عيدي عيدها كمان واحده. سالك زورك. الله اكبر عليك. ايوه كده عقبالك يا قلبي. طبعا احنا ايه اللي بنعمله ده؟ فول. الغلا بنقسم الفوله ونحطها في الغريبه. في الاول كنا بنعمل كده وكان عادي. دلوقتي بنعمل كيف؟ بنعمل كده. نجيب الفوله ونقسمها نصين. نحط هنا ونحط هنا واحط هنا. زمان بقى كنا بنشتري دلولي الخرز بتاع الغريبه كان بيتحط، بس اسعار ولعت دلوقتي ربنا يرحمنا. طب هنكفي قد ايه ولا العروسه هتكفي قد ايه؟ حرام. فاحنا اتصرفنا وبقينا نقسم الفوله ربنا يرحمنا. احلى غريبه. يا ايدي لو لمست ايدك لا يحرم عليا عيني لو بصت عليك يوم ما هتبقى حلالي غالية ومهري غالي. يوم ما هتبقى حلالي راح احطك في عيني يا عيني واتكحل عليك. يحرم عليا ايدي لو لمست ايدك لا يحرم عليا عيني لو بصت عليك لا غالية ومهري غالي. يوم ما هتبقى حلالي غالية ومهري غالي. يوم ما هتبقى حلالي راح احطك في عيني يا عيني واتكحل عليك. روح لابويا روح باب الدار مفتوح. روح لابويا روح باب الدار مفتوح. لو القصد شريف يا عيني روح لابويا وبوح. روح يا ابويا روح باب الدار مفتوح. لو القصد شريف يا عيني روح لابويا وبوح. غالية ومهري غالي يوم ما هتبقى حلالي غالية ومهري غالي. يوم ما هتبقى حلالي راح اشيلك في عيني يا عيني واتكحل عليك. احلى غريبة من عند ام مصطفى الاحلى عروسة لولا. الجمال والحلاوة. ايوه بنت اختي لولا بص احلى غريبة ما شاء الله من عند ام مصطفى للولا حبيبتها حبيبتي بنت اختي احلى عروسة. بص الجمال ده يبقى يا نعمة يا غريبة يا نعمة يا غريبة يا بنت الناس الطيبة يا بنت الناس الطيبة. يا السلام عليكم ورحمة الله تمام. وبركاته. طبعا بعد ما أم العروسة افصل زعلت عشان نبدأ واتضايقت جدا من الغلا بجد يعني كتر خيرها. قعدنا وحدينا عملنا احنا الغريب، بس الغلا طبعا ما خلاش لحد حاجة، بس حاولت أراضيها وطبطب عليها وحاولت أتصرف إن أنا عملت لها مقدار صغير زي ما انتم شايفين معايا كده. اتفرج على الفيديو بعد ما وهيصت شوية يعني وحاولنا نفك يعني من اللي احنا كنا فيه. عملت لها مقدارين. شوف الكوباية دي غريبة. الغريبة بتبقى كوباية سمنة ونص نفس الكوباية بيبقى سكر، يعني كوباية سمنة قدامها نص سكر بنفس المعيار، سواء كوباية كبيرة صغيرة حسب ما انت عايزة، بس نفس الكوباية بعير بيها اللي عيرت بيها السمنة كوباية ونص تبقى السكر بودرة. دي الغريبة هي سمنة وسكر، بفضل اضرب فيهم زي ما انتم شايفين كده. يبقى انا اي معيار انا استعملته كوبايه صغيره كوبايه كبيره عاير بنفس الكوبايه مقدار سمنه وعاير بنفس الكوبايه نصها سكر، يبقى كده ده معيار او مقدار الغريبه، وافضل اضرب بيهم كده بالمضرب فتره طويله. طبعا احنا المشهد هنا انا حاولت ان انا اكملكم الغريبه الحلوه اللي انا عملتها، بس بصراحه يعني هو الواحد كان بيقول زمان كنا بنعمل كميات كبيره، كنا بنعمل كان في بركة، ما كانش فيه الغلا اللي احنا فيه ده. كنا لما نيجي نعمل نوعمل العروسة دي تبقى العيلة وعيلة العيلة والجيران موجودين، وأم العروسة كانت تطبخ وتجيب وتودي فراخ وأي أكل موجود في البيت، والعيال ياكلوا عصير وشاي وحاجات كتيرة جدا. كل ده اتلغى مش موجود، اللمة دي ما بقيش موجودة زي زمان. أنا بعمل وحدي دلوقتي يا دوبك
اي واحده شاطره في البيت بتعرف تعمل النواعم دي بتجيبها بتعملها الحاجات دي وتأدي الغرض. مليت علبه صغيره بس علشان دوبك ان انا نمشي العاده اللي هي ايوه هي عاده موجوده بس لازم نعملها للاسف. او زي ما انت شايفه كده انا بفضل بضرب في الغريبه كده لحد ما تبقى زي الكريمه. السمن والسكر بس، هي الغريبة سمن وسكر. طبعا السمن غالي والسكر غالي وكل حاجة غالية وربنا يرحمنا. وام العروسة ما تزعليش. ربنا ان شاء الله يفرحك ويفرح قلبك وهيتمم لها على خير وكله هيستر وتبقى زي الفل ويطرح البركة في قليله ان شاء الله. واحنا بندعم ونرحم ربنا يرحمنا كلنا ونستغفر كتير يا جماعة بجد والله. ربنا يرحمنا من الغلا ده اللي ملا البيوت فعلا ومش قادرين نستحمل اكتر من كده. اهو بصي بقى سيبك من ده كله من الغلا والزعل اللي احنا كنا فيه. خلينا فين في الغريبة وجمالها. بصي انت تفضل تضربي كده بالمضرب، تفضل تضرب بالمضرب لحد ما تبقى زي الكريمة. طول ما هي وصلت للقوام اللي انت شايفاه ده هتبقى احلى كريمة منك، مش هتفرش وفي نفس الوقت هتبقى دايبة وماسكة نفسها مش هتدوب. سبب المسكن نفسها هو في سر. بصوا عاملة زي الكريمة بالظبط اكنها كريم شانتيه، اكني ضربت كريم شانتيه او ايس كريم. اهو انا هنزل على حبه من الدقيق حسب ملمس العجينه، يعني انا مش بحدد مقدار. ممكن كوبايه السمنه دي تاخد كيلو وربع دقيق، بس انتي انزلي بالدقيق في الغريبه بالذات من نواعم حبه حبه. ما تخليش مش مره واحده الدقيق عشان ما تكبسي منك. في حاجه كده انا هعملها تخلي الغريبه دايبه وفي نفس الوقت مجرمشه وماسكه نفسها، اللي هما البيضتين اللي كانوا موجودين قدامك. انا كل اللي انا عملته حطيت جزء من الدقيق وديني بلفه تمام. وبعد كده هنزل بايه، همسك البيضتين دول وهنزل بيهم بس مش هحطهم كلهم، مش هحط البيضه كلها ببياضها بصفرها. هاخد منها حاجه واحده بس هي اللي هحطها على الخليط بتاعي والعجينه بتاعتي اللي هي ايه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. وربنا يفرح بناتنا ويسترهم جميعا والحمد لله طلعت احلى غريبة واحلى فرحة لينا كلنا ان شاء الله. اهو انا كل اللي هعمله هاخد البيضة بس هاخد منها البياض بتاعها بس. البياض ده بيخليها ماسكة في نفسها، ما تحطيش البيض والصفار لا، حط البياضة بس. اهو مش عايزة الصفار انا خليه احطه في البيتفور او احطه في اي حاجة تانية نواعم عندي انا هشتغلها بعد كده يعني. اهو فاحنا كمان البياضة دي بتخلي بس انت مش بتحطيها بعد ما بتحطي الدقيق. انا حطيت جزء اهو من الدقيق ولفيت بيه الخليط وحطيت البياض. المقدار اللي انا عامله مقدارين، المقدار الواحد بياخد بياضة واحدة يعني بتاعت البيضة تمام. وانا هكمل اهو. بص بتخلطي ماما لسه ما اكتملش يعني لسه عايزه دقيق تاني هتكمل وشوفيها. طبعا الغريبه انا بفضل ان انا اجربها قبل ما اشكلها، يعني الفرن جنبي سخن او فرن شغال انا بشغله قبل ما ابدا واجرب واحده واحطها. هتلاقيها فرشت وسعت يعني يبقى عايزه حبه دقيق منك حلوه وتمام شكلها حلو ومش فرشه يبقى انت كده ايه عجنتك كده تمام وسليمه. بص اهو انت اول ما تلف في ايدك كده هو وتخلع خلاص يبقى انت كده ايه تمام عجينتك ايه مظبوطه. دي الغريبه ودي تريكات الغريبه اهو. طبعا احنا حطينا الفول كنا بنجيب لولي مصري ولولي سوري وحاجات حلوه كتير بس للاسف جبنا كميه قليله يعني شويه اللولي اللي انتوا شفتوهم في ايدي دول والله ب20 جنيه مش مكملين يعني عشان تعملي منهم صينيه ب20 جنيه. لا جبنا فول وربنا يسر.